السلام عليكم ورحمة الله. الرئيس الكاميروني يتدخل لإنقاذ بلاده من الجزائر بعد اقتحام الجمهور الجزائري أرضية الميدان بعد نهاية مباراة الكاميرون والكونغو، ويلجأ للمغرب لحماية بلاده، والكاف يتخذ قرارات صادمة للجزائريين. ولكن قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد نهاية مباراة الكاميرون والكونغو والتي انتهت بفوز الكاميرون 1-0، اقتحم الجمهور الجزائري أرضية الميدان وانهالوا ضربا على مشجعي المنتخب الكاميروني، والتي بثها التلفزيون الكاميروني اليوم. رئيس الكاميرون أدلى بتصريحات قوية ضد الجزائر وقال: نحن ندمنا على المشاركة في هذا الشان، لماذا يعتدي علينا الجزائريون؟ نحن تأهلنا بكأس العالم بمجهودنا، لماذا كل هذا العداء؟ لابد من وقف هذه المهزلة، وأنا أتكلم باسم الشعب الكاميروني. نحن لا ندعم الجزائر في استضافتها لكان 2025، ولا علاقة لنا بتصريحات صامويل إيتو. تصريحاته تعبر عن نفسه. للأسف الجزائر لا يوجد لديها احترام للقانون، ونحن تقدمنا للاتحاد الأفريقي اليوم بشكوى رسمية وموثقة بهذه الفيديوهات لإنقاذنا من الأفعال الصبيانية التي يقوم بها الجمهور الجزائري، ونحن نشيد بقرار المغرب الحكيم بعدم مشاركتها في الشان. فيما أدلى مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأفريقي بتصريحات تعقيبا على ما حدث من الجمهور الجزائري وقال: ملف الجزائر لاستضافة الكان 2025 سيتم رفضه من قبل الكاف خلال الأيام القادمة، وسيتم توقيع عقوبة شديدة على الجزائر بحرمانها من تنظيم أي بطولة قارية لمدة 10 سنوات، خصوصا بعد الاعتداءات المتكررة على المنتخبات المشاركة بالشان.